اكيد تنفع يعني باللوجيك. تنفع عادي اهو. مم. سؤال بقى يا جماعه، سؤال يعني من الناس كلها شاطره كده ما شاء الله، امال ده ايه اللي امال مش عارفين تحلوا ليه؟ بص يا ابراهيم، صلى على النبي. صلى السلام. انا كنت كوهورت 17 وبعدين رحت 19 وبعدين دلوقتي في 22. فهو زي ما انا قلت لك كده على الواتساب، هو كل حاجه فتره بيجي لك حاجات كده ازمات، تقعد تريح شويه بتاع، انما لما بتلاقي حد كمان شغال معاك بتشجعك. يعني انا متاكد تماما ان كل الناس اللي موجوده هنا خلاص، هي حتى لو ما كانتش فاهمه حاجه، فهي عشان وسط الناس فهي بدات تشتغل وبدات تحب الموضوع اكتر وتهتم بالموضوع اكتر. انما معظم الناس اللي بتذاكر لوحدها وبتاع والوقت كمان مضغوط معاهم، فهو خلاص هو كده اصلا محطم، هو مفيش حاجه تشجعه. فاعتقد ان ده اللي بيخليه اصلا يقع او بيخليه ما بيذاكرش او التاسكات مش مجمعه معاه. والله انا رايي ان التاجيل ده يكون اخر فرصه اصلا الواحد في اي حاجه يعني بجد. عادي يحاول على قد ما يقدر يعني حرفيا، عادي ما تبصش للسكور. انت اصل كده كده الحاجات دي هتذاكرها تاني وهتذاكرها تالت وهتعدي عليها. يعني في حاجات مثلا الواحد ما كانش كان تقريبا بيصمجها يعني حرفيا ويرجع لها بيذاكرها بعدين، بس التأجيل ده اللي هو مهما حصل يعني ما تأجلش على بس خلاص بقى يعني. انا جاي اسألك بقى. هو على العموم كده كده مفيش تاجيل تاني خلاص، انت لا تنجح لا تقعد في بيت، من الاخر يعني. طب لو في حد عنده سؤال ما يسألش بقى، يلا نخش نكمل بقى اللي وراه. ماشي. معلش بس هو كان في مشروع بريك وبعدين الساعة داخلة على 12. ايه الكلام؟ ايه زهقت خلاص كفايه كده النهارده. مش قصة كده، بس الساعة يعني داخلة على 12 وانت كنت قايل كان في بريك، لو كنا هناخد بريك كان ممكن نكمل لبعد 12، فانا عايزة افهم بس ايه الكلام. انا اخدت بريك عن نفسي. عايز تاخدوا بريك عادي وعايزين تكملوا عادي مش مشكله، بس كملوا يا جدعان الساعه 12. هو ممكن فاضل ايه؟ تخلص الجزئية اللي انت فيها ونكمل، لو في حاجة كبيرة نكملها بكرة. هو في حاجة تاني فاضلة غير اللي هو احنا ممكن يعني فاضل مش كتير، لا فاضل كتير، فاضل كتير قوي الصراحه. يعني فاضل بس ده ستراكشر يعني حرفيا ده جزء توبيك يعني قد كده قد كده. ف بص هي الفكرة في حاجة، الناس اللي معانا اللي هي يعني واقفة لو الناس دي أجلت النهاردة وخدت بكرة، طب ما في كونتنت المفروض كان هيتشرح بكرة لأن الاير بي ان بي هيبدأ كمان 3 أيام. أنا عن نفسي معيش مشكلة إن أنا ممكن ما أعرفش أدخل بكرة أصلا لأن ورايا سيشن، بس الفكرة على الناس اللي موجودة دي إيه؟ عايزين تأجلوا ولا عايزين تعملوا إيه؟ لا نكمل. تمام. يعني بصوا يا جماعه يعني خدوا بالكم من حاجه برضو معلش يعني محدش يزعل. هو انت لو فاكر مثلا انك هتيجي على وقتك وكده فكلنا جاي على وقتنا، والله انا شخصيا جاي على وقتي وعندي بكره شغل يا الصبح جدعان لا، الساعه أصل بصراحة 8. الجروب ده الكوارت بتاعنا ده موضوع التأجيل عنده في كل حاجة، فيا شباب يعني عايزين، لا يعني امشوا، فاهمين؟ بس يعني بلاش تأجيل لو الحاجة كده كده، هي الحاجة لو أجلناها النهاردة فهي هتفضل لبكرة، يعني الحاجة مش هتروح. هو جزء هو النتورك المفروض هيتشرح امتى؟ في وقت النتورك يا صاحبي. اصبر يعني بعد كام عندكم امتى؟ سيشن كده، اتنين تلاتة؟ ايه بعد سيشن اتنين تلاتة. عادي عادي معاكم. والله يا صديقي أنت خش على اليوتيوب اكتب او اس اي موديل، اتفرج على فيديو الاو انا اس عارف، اي موديل هتبقى انا فاهم عارف فاهم الحاجات النتورك دي أصلا. كلها، بس في شوية حاجات زي البابت والحاجات دي كانت واقعة مني. تمام. لا كل حاجه ليها وقتها بجد يعني. بس فنكمل ان شاء الله، ويعني كلنا يعني هنيجي على وقتنا كلنا يعني لمصلحتنا كلنا. انا يعني انا مش متضرر في حاجه، بالعكس انا براجع معاكم كده كده. ف يعني المره بكره بقى ان شاء الله احنا ممكن نهندل الموضوع ده باذن الله. احنا نخلي جزء الاسئله في الاخر خالص ماشي، ونتفق بقى يعني هنتكلم كده في شرح في الاول، نشرح كل حاجه، بعد كده نخلي الاسئله في الاخر بقى براحتنا بقى اللي عايز يقعد بقى لحد الفجر. ماشي يلا نكمل. عندنا الفانكشن الديفينيشن بتاعها. احنا كنا بنكتب في في اللي اسمه ايه ده definition function. ثانيه واحده كده. لا شكرا.
ماشي. ده الديفينيشن بتاعنا. الديفاين فانكشن اسمها ديفاين. بس الفانكشن ما هي الا حاجه يعني قول كده بلوك اوف كود. بمعنى انا كده مثلا عندي والله صندوق مثلا. الصندوق ده في مثلا في مهمه بيعملها، بينفذ لي حاجه معينه. مثلا بيطبع لي مثلا الصندوق ده بيطبع لي هاي مثلا بستدعيها بقول له والله الصندوق ده مثلا اسمه جريت. مثلا الصندوق ده اسمه جريت. بستدعي الفانكشن بان انا بستدعي الصندوق ده بان انا بنادي اسمه بس. الصندوق ده بقى جواه ايه؟ جواه اي حاجه، جواه اي حاجه، جواه ايا كان اللي جواه. بس فاعتبر ان الفانكشن بتاعتنا ما هي الا بوكس كده، بلوك اوف كود بناديها بالشكل ده. بلوك اوف كود ده بقى انا بعمله ليه؟ بستخدمه ليه؟ انا بستخدم بلوك اوف كود ده في ان انا يعني مش كل مثلا شويه مثلا يعني انا بستخدم برنت مثلا هيلو وورلد دي مثلا كتير. ماشي. عندي مثلا فور لوب هنا مثلا جوه مثلا فور اي ان مثلا رينج مثلا مش عارف ايه كذا مثلا 4 برنت مثلا اي. ماشي. هي مثلا وكام مهمه مثلا بعملهم. اكيد مش معقول في كل مره ان انا هاجي اخد الكود ده واخد كوبي هنا، واخد كوبي هنا، واخد كوبي هنا. لا مش معقول كده. فبحط الكلام ده كله في فانكشن او بلوك اوف كود كده زي ما نقول، وبس تلاقيها مره واحده بقى في الكود بتاعي بالشكل ده كده. بس ولما اجي مثلا اقرا كده اقول مثلا بايثون 3 definition function. بس مجرد ما استدعيت الفانكشن دي هي طبعت لي تمام هلو وورلد. ممكن مثلا الفانكشن دي مثلا اللي هو بتاخد مثلا بارامتر مني، وليكن بتاخد اكس. حلو. عايز اقول له بدل هلو وورلد دي هلو احمد. فراح قايل له هنا والله برنت مثلا هتاخد بارامتر اسمه نيم، حاجه هتتبصلها. يعني انا هبصلها مثلا اسم. عايز اكتب مثلا هلو مثلا يعني اكتب هنا مثلا اكتب كده ايه برنت مثلا هلو احمد. ماشي. ده ستاتيك بالنسبه لي، ده حاجه ستاتيك. فعايز اكتب مثلا هلو مثلا ابراهيم مثلا. فهل معقول بقى في كل مره هي اكتب بقى برنت هلو ابراهيم مش عارف ايه برنت مش عارف؟ لا مش هينفع طبعا. الكلام ده كله مش هينفع. فبالتالي مثلا بعمل فانكشن زي دي بتاخد بارامتر مني. البارامتر ده اللي انا ببصيه هنا. بمعنى نوضح الفكره بشكل وضحناها قوي كده. هكتب مثلا هنا بتاخد بارامتر. البارامتر ده الحاجه اللي بتتبصلي هنا. يعني مثلا انا هنا كده جيت مثلا هنا قلت له والله انا عندي ده النيم ده انا عايز اليوزر مثلا اللي هو اللي يدخله لي هنا مثلا. بكتب الفانكشن بتاعتي وهو بغير مثلا ده حاجه بخليها دايناميك. تعالى نشوف كده مثال مع بعضينا. انا حاسس ان الفكره مش واضحه قوي بس انا اوضحها دلوقتي. طيب انا هنا مثلا اقول له برنت مثلا اف مثلا في الفورمات ده، وهقول له مثلا هلو. ماشي. وتاخد النيم. حلو. فلو جيت اصلا عملت هنا بقول له هنا ايه هلو الاسم اللي البارامتر اللي هيبصلك من الفانكشن. البارامتر اللي هيبصلك في الفانكشن هتعوض عنه بالشكل ده. بمعنى انا مثلا واي كاني بقول له هنا كده. تعالى نشوفها هنا مثلا كده. هقول له جريت ده في بارامتر بيبصلك. هقول له مثلا هنا اسمه ابراهيم. الفكره هتوضح دلوقتي معانا. قال لي هنا ايه هلو ابراهيم. جاب ابراهيم دي منين؟ يعني انا قلت له هنا ابراهيم دي منين. عايزين كده نفتح البتاع ده كده بتاع الغريب ده جدا. ناخد الفانكشن دي بتاعتنا. ماشي. انا هنا الفانكشن بتاعتي تاني بتاخد مني بارامتر ده وليكن اي حاجه ممكن ياخد بقى باسمه اكس نيم اي حاجه. فبقول له اطبع لي والله البارامتر اللي هيبصلك من خلال الفانكشن دي اللي اليوزر هيمرره هنا. طبع لك بقى ابراهيم، طبع لك احمد،
كل اي حاجه طبع لك اكس 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 اي حاجه طبعها لك، انت هتمررها لي من خلال الفانكشن دي هنا. يعني لما بيجي يعمل كل الفانكشن بيعمل ايه؟ تعالوا نشوف مع بعض كده. انا جيت مثلا كتبت هنا ايه، خلاص والله انا مش شايف دي قدامي، دي مش شايفها. انا شايف جريت دي فانكشن، والله بتعمل ايه الفانكشن دي؟ الفانكشن دي بتاخد مني بارامتر اللي هو الاكس اكس ده، فيروح والله كده البرنامج بتاعي بيشتغل، يروح على حاجه اسمها جريت. ده والله في فعلا فانكشن اسمها جريت، حلو قوي، بتاخد مني نيم. النيم ده اللي هو اللي انا مبصوره له هنا، فبيروح يحطه في المكان ده كده. خلاص تعال ننفذ الفانكشن بقى، فبقول له اطبع لي هلو ماشي. وبعد كده النيم اللي هو ايه اللي اتبصلك هنا، اللي هو اكس اكس اكس، اللي هو اسمه ابراهيم، اللي هو اسمه حموله، اللي هو اسمه حمو، اللي اسمه ماريا، اللي اسمه شادي، اللي هو اسمه محمود، اللي هو اسمه رنا، اللي اسمه ايا كان هو اسمه ايه، انا ممرره من خلال الفانكشن، انت تتبعه لي هنا بس. طيب نبص على حاجه تانية، جزء مهم برضه. انا لو هنا جيت هنا كده قلت له فين ده الارجيومنت فانكشن، ده ارجيومنت ممكن مثلا الجزء بتاع ريتيرن ده فين ريتيرن تمام. انا والله قلت له انا هعمل فانكشن بتجمع لي رقمين، انا باخد رقمين من اليوزر بتاعي، باخد منه رقمين، رقم A ورقم B، رقم X ورقم Y. اي قيمه اي فاليو تحطها ده يعتبر بارامتر، انا برجع له في الاخر. الفانكشن بتعمل ايه؟ مش بتطبع، لا هي بترجع لي قيمه الاي زائد قيمه البي، ماشي. وهقول له بقى مثلا الريزلت بتاعتي دي بتساوي مثلا ايه، يعني ده الريزلت بتاعتي في الاخر يعني فاريبل عادي جدا، بحط فيه الفانكشن او اللي بيرجع لي من الفانكشن تاني، بحط فيه اللي بيرجع لي هنا من الفانكشن، بحطه في الفاريبل ده. انا هنا في جريت هنا دي انا ما قلتلوش برنت جريت مثلا، لا انا قلت له ابراهيم. ليه؟ لان هي مش بترجع حاجه، هي على طول بتطبع. لكن هنا دي بتريتيرن فاليو، بتريتيرن قيمه الاي زائد البي. يعني بمعنى عندي هنا ان اليوزر والله قال لك ايه مثلا، يعني انا جيت مثلا كتبت الفانكشن بتاعتي دي كده، قلت له وليكن بلاش من غير ريزلت دي خالص، سيبك من الريزلت دي، وهقول له مثلا ايه خلي الريزلت موجوده. انا لو جيت قلت له هنا انا كيوزر عادي تمام، قلت له والله انا عندي فانكشن اسمها ايه اد ريزلت، انا مش شايف ريزلت دي لحد دلوقتي، مش شايفها قدامي، ماشي. قال له قلت له عندي فانكشن اسمها اد ريزلت. والله الفانكشن دي بتعمل ايه هنا؟ ده في فعلا ديفاين فانكشن او ديف بتاخد مني 2 بارامتر وبتجمعهم، فهديله والله انا هديله البارامتر الاولاني بقيمه 3 والبارامتر الثاني بقيمه 5 ويروح معوض عنهم. حلو حلو. فيقول لي بقى ايه، انا والله يا عم انا هرجع لك ايه اللي هي عندي ب3، وهرجع لك قيمه البي اللي هي ب5 في الاخر. يعني ما هيرجع لك من الاخر كام؟ 8. بس هو ماليش طبعها لي، هو قال لي ايه؟ رجعها لي، قال لي ايه؟ ريتيرن. فبيروح هنا كده والله انت معاك 8 هنا. حلو. هعمل بقى ايه بقى؟ معايا 8 والله بجد، والله اعمل بقى ايه؟ فهنا بقى في الوضع ده انا بروح انا عامل يعني زي ما بقول امباك كده، ان انا بحط القيمه الثمانيه دي في الفاريبل اللي اسمه ريزلت ده، او حتى مش شرط اكتب ريزلت، انا ممكن اكتب برنت على طول الفانكشن دي تمام. لكن يفضل انها يعني من الكلين كود، يعني انا اكتب احطها مثلا في فاريبل كده عشان اعرف استخدمها بعد كده عادي تمام. وبعد كده اطبع القيمه اللي جايه لي دي بس. فهي فكره الريتيرن، هي بتريتيرن، فبالتالي لازم اطبعها
بتريتيرن فاطبعها، بتريتيرن فايه فلازم اطبعها. ايه تاني؟ اللهم صل على سيدنا محمد. ماشي يا عم، عادي. ماشي ماشي. انت فين بقى؟ في اسكت. طيب نيجي نرن مثلا كده، نكتب بايثون 3 arguments. حلو، فهو هنا ايه؟ طبع لي ال8. الحته دي واضحه معانا تمام، ولا انا حاسس ان انا بطول في الشرح، بدخل في حاجات تافهه مثلا؟ معايا الناس تمام؟ مطول في الموضوع زياده عن اللزوم؟ الايه؟ يعني مثلا عايز يرجع فلوت مثلا بالشكل قصدك كده، مثلا اقول له والله ريتيرن مثلا فلوت مثلا كده. نجرب. رجع لي فلوت. لا، انا اقصد في الفانكشن نفسها. يعني انت كاتب في الديفاين اللي هي add numbers اسم الفانكشن نفسها. مش احنا المفروض في السي تقريبا كنا بنكتب قبلها انت او كده ايه اللي هترجعه، ايه اللي هتعمل له ريتيرن؟ اقصد لا لا هنا ما بنكتبش اي م-م. حاجه خالص، سواء لا رجعت خالص، انتجر ولا string ولا ايا كان. لا خالص، لا لا ما نكتبش اي حاجه. شكرا. طيب لو انا بدخل في شرح زياده عن اللزوم، بطول في حاجه، حد مل من حاجه، نسرع الشرح شويه. على نفس تمام الريتم كده، تمام. تمام زي ما انت هيم كمل. ماشي، عشان بس الناس ما تزهقش او كده، بس مش اكتر. لا انا بس تمام. عايز بس يعني توصل لاقصى درجه من الفهم على قد ما تقدر، يعني سويا كلنا نفهم بعض، يعني مش اكتر. بس الله دي ينور نفس عليك. الافكار. الله ينور عليك. شكرا. ماشي، الارجس والكي ارجس دي هنرجع لها دلوقتي. هنرجع لها لما نفهم الداتا ستراكشر، عشان مش عايزين يعني ايه. آه، هن دي مهمه جدا، مهمه جدا جدا جدا. وعايزكم بعد ان شاء الله لما نخلص الجزء بتاع السيشن ده تروحوا تذاكروها. يعني لو ما فهمتهاش مني، وما اعتقدش انك يعني ان شاء الله تفهمها، يعني ان شاء الله. ما فهمتهاش، روح ذاكرها كويس جدا، لانها اول حاجه في تاسك الاير بي ام بي معاك. تعالوا نخش على الداتا ستراكشر كده بقى، ايه نجيبها كده. كده خلاص احنا خلصنا الفانكشنز، خلصنا البريمتيف داتا تايبس والكنترول فلو، كل الحاجات دي. الناس تمام معايا؟ في اي حاجه واقعه من الحاجات دي؟ في اي حاجه واقعه تاني؟ انا مش عايز حد يطلع مش فاهم حاجه، عايز حد يطلع ناقصه حاجه. احنا هنا عشانكم، تمام؟ فمش عايز حد يطلع مش واصل له اي فكره، اي حاجه، اي سؤال. ماشي. يا رب واياكم يا جماعه ان شاء الله. بسم الله. الدلع بقى، نيجي على الدلع واللعب بقى حرفيا. هنا انا بحب الجزء ده، يعني انا بحبه جدا. هي ما فيهوش حاجه خالص، ما حدش يقلق. داتا ستراكشر، لا ده اجمل حاجه في البايثون داتا ستراكشر. ازاي؟ طيب اول حاجه مبدئيا كده، انسى الاري. الاري مش بيلت ان في بايثون. في مكتبات اسمها اري وكده، هنبص عليها دلوقتي واحنا ماشيين. تعالوا نبص كده. احنا هنخش هنا ايه، نعمل كده ايه، سي دي دوت بلس سي دي 0 0 اكس 0 كام 3 دي 3 بلس. ماشي، نقفل شويه حاجات كده عشان الحنبله زعل. مين حنبله ده؟ مين حنبله؟ ماشي ماشي. ايه بسم الله. احنا كنا فين وهنا فين؟ ايه ليستس ليست. تعال تعال. بص يا عم، الليست يعني هسيبك من الشكل اللي خد دلوقتي. ليست، انا عندي الليست عامله كده بس، بيبقى فيها ارقام. حتى مثلا رقم 1 و2 و3 و4 و5. فاكرين الاري؟ حد فاكر الاري؟ هي نفس فكره الاري، بس هنا ليست بتختلف شويه حاجات كده فيها، هنبص عليها مع بعض دلوقتي. يعني مش اختلاف مش كبير، مش
زي ما احنا متخيلين، بس هي اسمها ليست. خلينا في دي ليست مش اري، هنا دي ليست. تمام. ممكن احط ارقام. ممكن الليست دي بالنسبه لي تكون اسماء، مش اسماء لا، يعني ممكن مثلا ايه، اسماء، يا اما اسماء يا عم لا تزعل نفسك. اسماء ممكن تكون اسماء ابراهيم. لا يخرب بيت كده يا جدعان، في احمد. يعني مجموعه من الاسماء. ماشي احمد. ماشي. وين عشان واقف على الصبح الصراحه. ماشي. عبد الله، عبد ممكن الله، تكون عبد الله كمان. يا عبد الله وعبد الله. مين تاني؟ نبطشية قوي يعني. ايه الفرع، اوعى الفرع. ابو شيماء يطور. ماشي. ممكن تكون ميكسد، يعني ممكن تكون مثلا اسماء. يخرب مين اسماء دي يا جدعان اساسا. ممكن تكون نورة. حد تاني. ممكن تكون مثلا حمو. حنبلة او حنبلة ده. ممكن مثلا تكون ارقام. ارقام تاني. ارقام شادي، تالت. شادي، انت نسيت شادي، شادي، شادي اهم واحد. شادي ما ينفعش احطه في ليست، ده احطه في يا مكان عم لوحده لا، ما اخويا. تحطنيش في ليست، الله يبارك لك، انا ما حطه في بتحطش في ليستات بعد اذنك. حطه في ماتريكس، حطه في ماتريكس. إيه، طب بعدين يا جماعه الكلام ده. اعمله كلاس لوحده. طبعا ده شادي حبيبي ده. لا يا عم، انا حته طابل صغيره كده تحت، لما تيجي توصل للطابل يبقى حطني عادي. ماشي. ماشي فنسمي دي اكس مثلا، ونسمي دي واي، ونقول لدي مثلا زد. زد. ولا زي نفسك. ماشي. ونيجي بقى ايه، نبرنت بقى. بنبرنت ازاي؟ انا لو عايز اكسس حاجه من الاري دي، باكسسها بالشكل ده. هبرنت مثلا اكس. هبرنت منها ايه؟ طب اقول له برنت اكس الاول كده، هيقول لي ايه؟ تعال نشوف هيقول لي ايه. بايثون 3 ليست. هيقول لي فين يا ولد؟ ليست دوت بي واي. هيطبع لي الليسته كلها. حلو. هيطبع لي ايه؟ الليست كلها. طب انا عايز اكسس زي ما اتفقنا في بايثون او في البرمجه عموما، يعني ان الاندكس اول واحد ده اندكس رقم 0 معاق حبتين بس، تمام مش هعدله. ده رقم مثلا اندكس رقم 1. ده الاندكس رقم 2. ده الاندكس رقم 3. وبلا بلا بلا بلا. حلو. حلو. فعرفنا مثلا ان الاندكس رقم 0 هو ده. ده اندكس رقم 1 و2 و3 و4 اتسترا اتسترا. اوكي. فنيجي مثلا ناكسس الاندكس رقم 0. انا عايز اقول له اطبع لي الاندكس رقم 0 عندك اللي هو بقيمه 1. وتران. فطبع لي رقم 1. الاندكس رقم 2. فيطبع لي اندكس رقم 2 عادي زي واحد الفل يعني. طيب انا مثلا عايز كده ايه، والله بقول لك يا عم هيما، انا عايزك يا عم تاكد لي طيب ان الزد دي بتطبع لي حاجات مختلفه مع بعضها عادي. تعال نجرب. طبعتها لي عادي. نوره وحنبله. مين حنبله ده؟ ان حد يقول لي مين حنبله، عشان انا كنت ماسك بيه جدا اخر فتره دي. ماشي. فاجي مثلا اقول له والله ايه، عرفنا بتطبع ميكسد، بتاخد ميكسد، يعني بتاخد مثلا سترينجز وانتجرز. بتاخد سترينجز بس، بتاخد انتجرز بس عادي. على عكس الاري، لو حد فاكر ان الاري كانت بتاخد هو انتجرز بس، سترينج بس. فاكرين ده في السي؟ فكره بس، محدش لو ما ذاكرتهاش ما تبصش، انا نصحتك وانت براحتك. ماشي. نرجع تاني. نقول بقى طيب انا لو عايز اكسس من صفر لحد رقم مثلا رقم 3، ده الاندكس رقم كام؟ رقم 2. واقول له شوف قول لي كده، تعالى يقول لي ايه. والله طبع لي والله الاندكس من رقم 1 و2. حلو. فاكرين الرينج لما كنا بنرينج على حاجه مثلا، واقول مثلا رينج مثلا كومنت كده، اقول له مثلا رينج من صفر، من رينج 5 ارقام مثلا. فاكرين ده؟ فكان بيطبع لي من صفر لحد 4. نفس الفكره. نفس الفكره بتاعتها. انا بقول له والله ايه، حتى لو قلت له يا عم كده شلت الصفر دي كده، باي ديفولت هو بياخد صفر زي الرينج بالظبط. خليك فاكرها كده بالشكل ده. رينج من الارقام من او باي ديفولت بياخدها من الصفر. ماشي. فجيت هنا قلت له والله هات لي اول 2 اندكس. فبالتالي طبع لي اللي هو ايه، من صفر لحد ايه 2 وهكذا والكلام ده كله. يعني
الحته دي واضحه. قلت له اكسس لي من صفر، هو باي ديفولت بياخدها من صفر زي الرينج بالظبط. ماشي، فقلت له ايه 2، فراح على 1 0، يعني بالنسبه له ايه، قلت له 2، فهو بالنسبه له 1 2 كده، مش 0 1 2، لا 2. حتى لو قلت له ايه 3، بلاش 3، هو حاططهم زي بعض يعني. ممكن مثلا غير دي مثلا يخليها ايه 33، خليه مثلا 21، خليه مثلا ايه 14، خليه مثلا 3 عادي، 54 16. ماشي، فاقول له مثلا رن هات 3 دي كده، فيطبع لي ايه من صفر لحد 2، زي الرينج بالظبط، زي الرينج لما كنت اقول مثلا من 5، رينج مثلا 3 ارقام باي ديفولت كان بياخد صفر، وبعد كده يطبع لي من صفر 1 2، 0 1 2. حلو. فهو لما طبع 0 1 2 طبع ايه 0 1 2، يعني طبع لي هنا اصلا 3 ارقام، يعني هو كده طبع لي 3 ارقام 0 و1 و2. تمام. الجزء ده يعني نركز نفهم بس الفكره بتاعته. هو ما طبعش رقمين بس، او طبع 3 0 1 و2. قلت له هات الرينج ارقام مثلا، هات لي 3 ارقام، فهو راح على 0 و1 و2، ما راحش على اندكس رقم 3، لا هو راح عدى على 3 ارقام، ما راحش على اندكس رقم 3 هنا، ما راحش على اندكس رقم 3، لا هو جاب لي من 0 و1 من 0 لحد 3، يعني من 0 لحد قبل 3 بالظبط، يعني 0 1 2. واضحه الحته دي؟ يعني قال لي هنا هو 0 طلع لك 1 اول و2 3 عناصر في الليست صح؟ بس بالظبط. ما قاليش الاندكس رقم 3، لا هو اول 3 عناصر، صح بالظبط كده، هي دي. الله ينور. ماشي. وباي ديفولت اصلا كده باخدها صفر. طب انا راجل مش عايز بقى اجيب اخر رقم في الليست، في حين ان انا ما اعرفوش. وقلنا تاني ان انا ممكن مثلا اخد رينج، مثلا فاكرين الرينج اللي كنا بناخده مثلا، رينج مثلا من 5 من 3 مثلا ل لمثلا ل 6 مثلا. انا هنا ممكن اقول له كده برضه عادي، ممكن اقول له والله انا اخد من 3 0 1 2 الاندكس يعني كده، تمام، من 3 مثلا لحد مثلا ايه 6 مثلا، نجرب شوف يقول لي ايه. سوري. تمام. فقال لي ايه هات لي اكسس الاندكس رقم 3 0 1 2 3، تمام، وامشي بقى لحد إيه من 3 لحد ايه 3 و4 و5 وقف. فيروح يمشي 1 2 3. تمام. طيب انا عايز اكسس اخر رقم في الاندكس، انا ما اعرفوش، يعني انا ما اعرفش بقى. طيب انا ازاي اكسس اخر رقم ده؟ هل همشي اعد رقم؟ لا. قال لي والله انت تكتب -1 بس، يروح ما اكسس لي اخر رقم، اخر اندكس موجود عندي ب -1 بالشكل ده. مثلا -1 مثلا كده، وهنا 3، نجرب يقول لي ايه. فاضيه، مفيش حاجه بعدها خلاص. طيب احنا هنا وصلنا لحد ايه الليست فين؟ اكسسنج ليست، سلايسنج ليست اللي احنا قلناها دي. هنا مثلا ممكن اقول له تاكسسهم زي فكره الرينج برضو بتمشي خطوتين وهكذا. لما قلت له فاكرين الرينج لما قلنا له بيمشي خطوتين، يعني تعالوا نجربها سوا كده اهو. ماشي، قلت له من 0 لحد 4 هتمشي خطوتين، وتسكيب بتاعت سكيب بقى، يعني مثلا 0 كتب لي ايه هنا ايه 14 اللي هي فين. ماشي، راح قلت له مثلا اكسس لي والله ايه جاب لي رقم 14 ورقم 33 من 0 رقم 14، وهو عدى خطوتين، عدى ايه يعني عدى ستيب، يعني ستيب كل مره يمشي خطوتين، فراح معدي 1 2. حلو. وانا كاتب له ايه من 0 لحد 4، فيجي ياخد الخطوه الثانيه اللي بعدها بقت دي اصلا رقم 4 خلاص. تمام. يعني هو لما قلت له امشي ايه خطوتين، اول حاجه او من 0 لحد 4، 0 اهي، وبعد كده ايه راح طبعها لي هنا 14، وبعد كده لحد 4. بس قلت له في حاجه هنا ان بيمشي بالستيب 2، يعني بياخد ايه خطوتين في خطوتين، خطوتين في خطوتين. فلما راح طبع لي اول حاجه 14 دي، طبعها لي اللي هي هنا كده اول حاجه، وبعد كده خد خطوتين 1 2 طبعها لي، راح طبع لي ايه دي تاني حاجه. ده هو في الاندكس رقم كام؟ في الاندكس
في الخطوه الثالثه، يعني في الخطوه الثالثه. تمام. يجي بقى يوصل لحد 4، لا خلاص والله انا وقفت هنا اصلا، يعني انا اخري اساسا كان هنا. قلنا لو هو من لحد 4 من 0 ل4، فهيجيب لي ايه من 0 1 و2 و3. تمام. واضحه الحته دي ولا ناس مسقطه منها؟ فكره الرينج هي نفس الفكره. حد مش واضحه معاه الحته دي؟ جرب بقى مع نفسك، لو ما حدش رد يجرب. بس هي مش قاريه. فخري، ما كان عندك ده فخري. هي مش قاريه، انت عامل ليست. تمام. في حد مش واضح مع الجزء ده؟ حد مش واضح مع الجزء ده يا جدعان؟ بالظبط، بيمشي 2 ستيب زي الرينج بالظبط. حد فيه عنده سؤال؟ السلام عليكم. السلام الله وبركاته. انا كنت عايز اسال حاجه بس انتوا يا رب تكونوا بخير جميعا الاول. البتاع اللي بتكتب بيها دي اللي اسمها ايه؟ التول دي اسمها ايه؟ ولا انت عملت؟ نعم. كنت هسأله بعديك يا غزال والله، يعني انت لو ما كنتش سألت انا كنت شويه هتلاقيني بسأل. اخويا شاهد عامل ايه؟ عامل ايه يا معلم؟ كله تمام يا باشا الحمد لله. اسمها ايه دايما معلش؟ ايبك بن. ايريك. ايبك ايبك بن. تمام 100 100. استمر يا باشا الله ينور ما شاء الله. بس الله يخليك. طيب احنا هنا قلنا مثلا ان اكس مثلا بتيكوال 1 بتيكوال مثلا ايه؟ احمد ورامي حنبله. ماشي. فانا مثلا اكسس مثلا عايز اكسسها اكسس مثلا حنبله ده الاندكس رقم 2 بتاعه ده وغير قيمته. عايز اخليه ابراهيم، يعني اكيد مش هحط في مكان حنبله، فممكن نكتب مثلا حمو. تمام. نران. سوري. فاقول له مثلا برنت اكس. تمام. فانا اكسست الاندكس رقم 2 وغيرت قيمته. ونركز بقى في النقطه دي. ليه؟ لان احنا في الطابل قدام مش هنعرف ناكسس الاندكس، لكن مش هنقدر نغير قيمته. حلو. فالليست مسموح لنا ان احنا نقدر ناكسس الاندكس ونغير القيمه في اللي احنا عايزينها. ممكن حتى اللي هو اكس دوت ابند مثلا، ونابند مثلا حنبله تاني. نجرب كده. ضاف لي حنبله في الاخر. ممكن ابند مثلا تاني اكس دوت ابند، ودي هتشوفها بقى في الستاك وكيو. ممكن مثلا نضيف ايه؟ ابراهيم عادي. نابند ده واضاف لي ابراهيم. تمام. في شويه حاجه ممكن مثلا ريموف مثلا اندكس. والله رقم اندكس دوت ريموف الاندكس رقم 0 مثلا اللي هو احمد ده. ماله؟ بيقول لي هنا ايه؟ not in list x dot remove. طب نشوف الجزء ده كده دلوقتي. طب ليه مثلا ما قاليش ريموف هنا؟ طب ما نشوف بتعمل ايه، يعني الفانكشن بتعمل ايه مثلا. عشان هي باي فاليو مش بالاندكس، بالفاليو ذات نفسها. احمد. تمام. فهنا ايه تاني؟ هنا شويه ميثودز بقى انت تطبقها على الليست ونكسس الايتم بالشكل ده زي ما احنا قلنا. -1 والرينج بتاعنا وكده. وده كانت تعالى نجرب دي كده. حتى لو حاجه مش فاكرها احنا بنقعد نجربها مع بعض عادي. مثلا برنت مثلا يا عم صباح الفل. برنت اكس مثلا 2. فهو هنا ايه؟ بيمشي خطوتين.
بس يعني عمل سكيب للصفر اللي هنا مثلا الصفر يبدا بيه اللي انت تبدا بيه، واحنا كنا قلنا مثلا من اكسس مثلا من اندكس رقم صفر مثلا لاندكس رقم 4 مثلا، ونمشي خطوتين. فلو سبت له دول فاضيين وعملت وحطيت 2 هيسكيب ده ويسكيب ده وينفذ ده، مش هيسكيب، هيشتغل كانك عامل باي ديفولت ان في كل حاجه دي هنا. يعني ده اخر اندكس مثلا وليكن ده -1 مثلا وده صفر، تمام، وهيمشي عليهم عادي جدا ويسكيب بقى ويمشي خطوتين بخطوتين، تمام. فهتلاقي مثلا مشي على احمد وعدى على رامي ده، عمل سكيب عشان خطوتين بقى بينط كده. يعني لو قلنا مثلا اللي هو ايه، يعني داخل مثلا على احمد كده والله إيه ده الاندكس رقم ده، وبعد كده راح على ده، فطبع لي الاثنين دول بس. يعني هو لو سبتها له فاضيه هنا دي كده عادي عادي، ولا هو كانه شايفها باي ديفولت صفر وده اخر اندكس وعندي وبتاع، ويعمل سكيب، يعمل ايه اللي هو ايه، يمشي خطوتين بخطوتين بس. الحته دي مش واضحه في اي حاجه، في حاجه مش واضحه؟ يا ريت بس ناس تفوق معانا كده. هنخش على الديكت دلوقتي وهنعرف كل حاجه، الناس مستعجله يعني. طب فاهمين ده الاول؟ طيب عادي تمام، نخش على اللي بعده. يا جدعان حد بس يكلمنا عشان حاسس ان احنا ده في الوادي كده يعني. زي الفل. كمل كمل كمل. الله ينور عليك. تمام تمام. عشان بس فرهدت حبتين. ماشي. دي بقى الليست انباكينج، ان انا بانباك الليست بتاعتي. يعني مثلا عندي اكس مثلا ده هيبقى انباك الليست، يعني بفضي الليست اللي عندي دي كده في فاريبلز او كده. مثلا اقول مثلا والله عندي اكس دي، او مثلا ايه النيمز دي، خليها نيمز او ماشي. تعال إيه عايز افضيها ازاي؟ هنا بالشكل ده قلت له والله انا مثلا عندي النيمز دي، انا عايز افضيها في قيم تانية. يعني بمعنى اجي مثلا اقول والله كده النيمز دي، يعني عايز اللي هو ايه، يعني عندي الليست دي، الليسته اللي هي قدامي دي كده، وليكن مثلا 1 و2 و3. انا عايز اعمل لها انباكينج، افضي اللي فيها ده كل حاجه فيها في قيمه لوحدها. يعني مثلا عايز مثلا عندي فاريبل اسمه ايه ياخد قيمه الواحد دي، وعايز فاريبل مثلا اسمه بي ياخد قيمه الاثنين، وعايز فاريبل مثلا اسمه سي ياخد قيمه الثلاثه. ماشي. فبعمل لها انباكينج، يعني بفضي الليسته دي كده اللي عندي دي، بفضيها في الايه، في ال في ال في ال في الفاريبلز اللي قدامي دي، بعمل لها انباكينج، بفضي الليسته بتاعتي في ايه، يعني بفضي الليسته دي كده في فاريبلز عندي بالشكل ده هنا كده. بس ما هي ايه فكره الانباكينج هنا كده؟ بس اقول له مثلا والله انا عندي مثلا النيمز دي، اقول له مثلا A وB وC ايكوال نيمز. تمام، نجرب كده يفرقع في وشنا ولا حاجه؟ مش اي حاجه خلاص. اقول له مثلا ايه، طب والله جرب كده اطبع لي برنت مثلا ايه، فهيروح ايه بقى احمد طبع لي ايه اول قيمه اللي عمل لها انباكينج. يعني هو راح كده والله قلت له ايه، انا خلاص انا راح افضي الباكينج اللي عندي دي كده، افضي احمد ده احطه هنا بالشكل ده كده، ماشي. وهخلي رامي دي في القيمه دي هنا كده، وهخلي حنبله ياخد في القيمه دي هنا كده. بعملها انباكينج، بفضيها من اللي هي فيه، ماشي. مثلا برنت كده، تمام، واقول له ايه بي، ماشي، وسي، ورن كده. هيقول لي والله ده كل قيمه من دي قيمه الايه انت فضيت لي فيها باللي قصادها ايه احمد، قيمه البي فضيت لي باللي قصادها رامي، قيمه السي فضيت لي اللي قصادها حنبله. يخرب بيت الاسم ده واختياره. ماشي. ايه تاني؟ اللوبنج اوفر ليست. احنا بقى اللوب على الليست بقى بتاعتنا، طب عايزين نلوب معلش انا عليها. عندي سؤال. اتفضلي.
هو بالنسبة لان انت بتقول مثلا في ثلاثة ايتم دلوقتي، حلو. لو انا بقى عندي اكتر من 100 ايتم في الاري، هفضل اعوض بقى بيهم ازاي يعني؟ هكتب 100 فاريبل بره علشان اساوي ده بده؟ اكيد لا. طيب ايه احنا ممكن نبص يعني؟ كده على جزء اللي هو فين، ثانية واحدة. هو انا لما هعمل كده، انا لو عايز مثلا انباك حاجة او انباك بالشكل ده، طيب اللي هو يعني ثانية واحدة انا هشوفها بس كده معاكي. هي ليها طريقة اللي هي السبريد اللي هي 3 نقط. ما خدتش طب الكلاس معلش دي ممكن معلش. تقوليها؟ نكمل في الشرح، واكيد هي هتيجي مع بقية الشرح يعني. وحتى لو ما جاتش يعني، حتى لو ما جاتش النهارده تيجي بكره عادي. اوكي. الصحة بس يا جدعان. انا مش بهزر، انا مش عايزة اقطع الميتنج والله. بس هي بتبقى 3 نقط، بتكتبي 3 نقط بعدها، فبيعمل unpacking لبقية الاري. افتكرتها ايوه بس افتكرتها فعلا. انا هاخد نوتس للزمن والله. ماشي. انا هنا مثلا عندي لسته هنا تمام، وقلنا ان الفور لوب بلوب على الليسته دي، حتى لوب اعمل لوب على السترنج، اعمل لوب على اي حاجه. فور لوب عادي جدا، فور نمبر ايا مش نمبر بقى، سميته نمبر سميته اكس ممكن تسميه اكس عادي. فور اكس، فاكس دي هتروح والله على هتروح في ايه؟ هتلوب لي على النمبرز. ايه النمبرز دي بالنسبه لي؟ ليست، ويطبع لي من واحد، يطبع لي اللي فيها. هيروح والله ايه، هيعوض عن قيمه اول مره، يعوض عليها مثلا بقيمه ايه، واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، وهتخلص هيقف. بس دي فكره اللي هو اللوبينج. وقلنا تاني ان احنا ممكن نختمها باند، تمام، واقول له مثلا سبيس كده، وفي الاخر هنا خالص اقول له لنا برنت مثلا عشان ينزل لي سطر في الاخر. بس دي فكره تحمل اللوب على الليست مش اكتر، ما فيهاش اي مشكله خالص يعني، زي ما شفناها يعني حتى في الفور لوب. ابند بقى ونشوفناها برضو، وريموف والحاجات دي. تاني finding items. انا مثلا عندي هنا خد كوبي كده، بقول له والله عندي لسته، لو 3 دي في الليسته بتاعتي يطبع لي كذا بس. عادي، اف ستيتمنت عاديه جدا. ومثلا else في الايه، مثلا اقول له else، ماشي انتربريتر ده يعني كده كلوز كلمه else مثلا print not found بس. يعني بقول له والله عندي لسته هنا، يعني لوجيكال خالص جدا، مفيش اي حاجه. لسته اهي، اف 3 مثلا في الليسته اطبع لي كذا، لو مش موجوده اعمل لي كذا. ورن، بلاش رن، لا كده ترمينال. ماشي بس. فهي في الليست. طب لو مسحتها من الليسته بتاعتي قول لي والله نوت فاوند. بس يعني انا بلوب عليها بالشكل ده يعني، او مش بلوب، حتى بقول له لو موجوده، كاني بلوب عليها بالظبط. انا بلوب عليها، اقول له اف لو 3 في الليسته دي، فبيعمل ايه؟ بيروح يشوف الليسته دي فيها ايه، يلوب عليها مره واحد، لا مش واحد، مش اثنين، مش 3، مش 5 قصدي، مش موجوده في الليسته دي خالص. هو عمل لوب، هو دور عليها جوه الليست، ما لقاهاش، خلاص والله انا بقول لك ان هي مش موجوده، نوت فاوند. بس دي بقى شويه سينتاكس ممكن تبص عليها. ده سورتنج ليست، السورتنج والسورتد، السورت والسورتد في فرق بينهم. في فرق بينهم طبعا. الحاجات دي مش هقدر ارفعها على الجيت هاب، فعكينا الدنيا خلاص عشان الوقت، مش مشكله، بس نعوضها ان شاء الله. هكتب كل الاكواد دي كلها يوما ما يعني ان شاء الله، بس مش النهارده، مش بكره، مش بعده. في لسته هنا تمام مش مترتبه قدامي بس، فهو هقول له والله ان ده فاريبل في ليست عادي من مش مترتبه. بقول له والله عندي ميثود اسمها سورت بترتب لي الكلام ده كله، بترتب لي الليست.
نيجي نرن نشوفها كده بشكل عملي. بايثون 3 list بي واي ماشي، هو رتبها لي. طيب انا لو جيت طبعت بقى ليست تاني كده، قلت له برنت ماي ليست ماشي، بعدها طبعها لي مترتبه برضو مع انها في الاصل ما كانتش مترتبه. فهنا بتيجي لو انا عايزها مترتبه يعني طول الكود وانا ماشي هستخدم سورت، لكن لو مش عايزها يعني عايزها مترتبه في الوضع ده بس، استخدم ايه؟ فين سورتد يا ابني؟ سورتد فين سورتد؟ فين هذا؟ ماشي كان نجرب دي كده. سورتد بس. فهنا عملت له ايه؟ والله عرفتها مثلا في عملت لها مثلا لسته ثانيه تمام، وعملت لها سورتد للماي ليست دي تمام، سورتد ماي ليست. عملها لي اول مره عملها سورت، لكن فين؟ يعني مثلا برنت كده، برنت ماي ليست حلو. هو اول مره كانت زي ما هي اوريجينال عادي، زي ما هي عادي جدا مش اي مشكله. تاني مره عمل لها سورت، ولما رجعها لي تاني زي ما هي، ما كانتش مترتبه. فهي سورت هنا بتحافظ على الليست في حالتها زي ما هي، لكن دوت سورت بس لا، هي بتغير قيمه الليست خالص وبترتبها، تفضل مترتبه طول ما هي ماشيه عادي. بس اللامدا فانكشن او اللي هو الايه انونيمس فانكشن زي ما بيقولوا كده، وده بس ده السنتكس بتاعها بسيطه مفيش اي مشكله خالص. يعني هنا بقول له الاكسبريشن بتاعي ده مثلا ايه، دي حاجه مالهاش اسم، ملهاش اي اسم خالص. يعني فانكشن بتستخدمها مثلا بتأدي وظيفه بسيطه جدا، باخد الاكسبريشن والريتيرن. ايه الاكسبريشن وايه الريتيرن؟ يعني مثلا كاني مثلا كتبت له ديفاين فانكشن، مثلا فانكشن اسمها فن مثلا، بتاخد اكس وبتريتيرن اكس اس 2 او تمام. هي دي الفكره هنا بقى، انومينوس يعني اللي هو ايه، ملهاش اي اسم خالص، ما حدش يتخض من شكلها، عادي عادي جدا. هو مجرد مثلا ده البارامتر بتاعي اهو، وحتى كاتبه لي هنا، كاتب لي هنا ان ده البارامتر بتاعي. يعني استنى ارجعها لكم تاني كده عشان نبص عليهم ونفرق بينهم. الانومينوس فانكشن ما هي الا والله ده انا عندي ايه، ده لامبدا يعني، او انومينوس فانكشن يعني انا انومينوس يعني فانكشن مش اسم. فبالتالي لما هاجي هنادلها ازاي؟ من غير اسم، هنادلها منين؟ فبعرفها في فاريبل بس مش اكتر. حلو. واللامدا تمام، ده اسم الفانكشن عادي، اللي بعرفها انا انومينوس فانكشن. دي البارامتر اللي بيتباصى، اللي هو الاكس اللي انا بباصيه هنا، ده هو ده. وعندي برضه الريتيرن، او يعني اللي هو الاكسبريشن بقى اللي بيحصل ده، هو ده بس. يعني احفظ الشكل زي ما هو كده، الاكسبريشن والريتيرن. اكسبريشن ده الاكسبريشن بتاعي، وده البارامتر بتاعي، والريتيرن بتاعي. عادي جدا، انت هتحفظ شكلها مع الوقت وهتتعود عليها، مفيش اي مشكله اصلا. في حد مش فاهم جزء اللامدا فانكشن دي؟ دي تاخد 1 بارامتر ولا ممكن تاخد اكتر من واحد عادي؟ تعالى نجرب ناخد اكتر من واحد. ناخد مثلا ايه، اكس وواي ماشي، وهقول له مثلا اكس مثلا في واي ماشي، وهقول له في السكوير دي هي 5 و3. نجرب مع بعض تمام، ونقول له اهو 15 عادي. فانكشن عاديه يعني. هاجي اكتب لك كده فوق كده، والله دي السكوير دي هنعتبر دي الفاريبل ماشي، دي الفاريبل عادي. ولنكن عشان هي ملهاش اسم، فلما اجي انادلها ازاي؟ هي ملهاش اسم، فده مجرد ان هو بسميها بيه بس. يعني هنسميه مثلا ايه، ان ده حاجه بتعرفني والله ان دي كانت الفانكشن، حاجه تعبر عن الفانكشن، حاجه ان دي بقى الفانكشن انها ملهاش اسم. فده مثلا ده الفاريبل اللي فيه قيمه الايه،
الفانكشن، واللامدا عادي، لامدا عادي تمام، وده البارامتر واحد، ده البارامتر واحد مثلا، برام مثلا، نكتب مثلا بارامتر واحد وبرام اتنين، ماشي. والاكسبريشن بتاعي بقى اللي هو ايه، بيريتيرن ايه، مثلا ده بيريتيرن مثلا اكس في واي. انت فاهم اصلا الفكره هو عمل ايه؟ والله هو راح قال لي بص يا عم، والله انت عندك اكس ايه، عندك بارامتر انت مبصهولي اكس ب5، عندك بارامتر انت مبصهولي واي ب3، وانت عايز مني بتريتيرن الاكس دي اللي هي ال5 في واي، وانت طالب مني اطبعها لك، فهطبع لك ايه اكس في واي اللي هو 5 سوري، في 5 في 3 ب 15 3 بس. مش واضحه، وضحت كده ولا ايه الدنيا؟ ايه لسه ستيل مش فاهمها صح؟ ايه اتفضلي. طب نعيد تاني. حاضر حاضر. انا بصي، طب انت عارف الفانكشن عادي صح؟ فاهم فكره الفانكشن العاديه خالص؟ حلو. احنا هنديفاين فانكشن ماشي، وهنسميها فن، هنضحك فيها، ضحك عادي مش مشكله، فن ماشي. الفانكشن دي لو قلنا انها بتاخد نيم مثلا إيه عشان هيبصلها مثلا، يعني اجي مثلا كده والله اقول له ايه فن، هبصلها نيم، وليكن هبصلها ابراهيم ماشي. ايه بلاش ابراهيم، ماشي خلينا بس هنا كده ماشي. فهبصلها مثلا ايه بارامتر، هبصلها بارامتر عادي، بلاش خليها عمليه حسابيه جدا، هبصلها ايه وهبصلها بي. حلوه، نتابع مع بعض نركز هنا. فانكشن عاديه جدا خالص مش اي حاجه، بتاخد مني بارامتر A وبارامتر B ماشي، بتريتيرن A بلس B، دي ما فيهاش اي حاجه اهو. ولما اجي بنفذ الفانكشن لانها بتريتيرن، قلنا ان الفانكشن اللي بتريتيرن حاجه، الفانكشن اللي بتريتيرن لما اجي يعني استدعيها ببرنت بقى، يعني هبرنت، هي اصلا بترجع لي القيمه بس، فانا هبرنت مثلا الفانكشن دي وهبعت لها بارامتر مثلا 1 و2. حلو، طالما هي بتريتيرن بس القيمه، هي بترجع لي القيمه بس، هي القيمه في ايدي، لكن انا يعني مش قادر اوصلها للمستخدم او مش قادر اوصلها للبرنامج بتاعي، فهطبعها. حلو، فقلنا ان دي برنت من A وB، A بلس B تمام. اللهم صل ثانيه حاجه كده ماشي. فايه فاجي اسال له برنت بقى، خلاص هبرنت الفانكشن دي، الفانكشن اسمها فن، بتاخد لي ايه، قال لي والله انت عندك الفانكشن دي بتاخد A وبتاخد B وبترجع وبتجمعهم مع بعض، هقول لك 3 وايه و5 و4. حلو، 4 مش مشكله اي حاجه. وارن قال لي 7. حلو، فيها اي مشكله؟ مش اي مشكله معايا. هنشوفها دلوقتي. طيب دي واحده. ايه اللهم صل. فهنا خلاص تمام، انا عملت فانكشن ماشي. تعالى بقى نهمش دي كده، بلاش نهمشها، نهمشها او نعمل لها كومنت كده، نعمل لها كومنت زي ما اتعلمنا، قلنا ان ايه مالتيبل لاين كومنت، ده كومنت اهي ماشي. الفانكشن دي في حاجه اسمها عندي اسمها لامدا فانكشن، بتاخد، هي حاجه كده مالهاش اسم. حلو، انا ونس فانكشن حاجه مالهاش اسم خالص، بتاخد مني ايه، بتاخد اول حاجه البارامتر اللي بيبصلها ده، ده البارامتر. اعتبر ان اللمبه دي
اللي هي اسم الفانكشن يعني بس مش كده، هي مش كده، بس اعتبريها كده. ماشي؟ لا هي مش كده اصلا، ما تعتبرش كده، ما تلخبطيش نفسك. هي لامدا فانكشن ملهاش اسم، بتاخد مني ايه؟ اول حاجه بتاخد البارامتر بتاعي، ودي الحاجه الاكسبريشن او الحاجه اللي بترجعها. ماشي؟ ده السنتكس بتاعها. وطالما هي انومينس فانكشن ملهاش اسم، فانا لما اجي انادي عليها في برنامج ملهاش اسم، فوليكن هديها فاريبل اسمه فن. حلو؟ والبارامتر اللي قدامي ده عادي بقى فانكشن عاديه، فقلنا ايه ان اسم الفانكشن ده فن اهي، هنمشيها اسم فانكشن. ماشي؟ عشان اعرف اناديلها، اعرف اناديلها هي انونيمس مالهاش اسم، فعارف اناديلها ازاي، فانا كتبت لها فن. اللامدا فانكشن دي البارامتر بتاعي اللي انا هبصيه بقى، اللي هو هبصيه هنا، اللي هو فين؟ البارامتر ده اللي انا هبصيه هنا كده وهنا كده، ده اللي هحطه هنا، ده هو نفس البارامتر ده، والبارامتر ده اللي انا هحطه هنا كده. ماشي؟ فالبارامتر ده هنسميه ايه ونسميه بي، ياخد بقى ياخد 50 بارامتر عادي، وريتيرن او الاكسبريشن بتاعي بقى اللي هي او اللي هو ايه الحاجه اللي هتتنفذ، هي ريتيرن حاجه، هي برنت حاجه، المهم. فهقول له والله انت ترجع لي ريتيرن او من غير ما اقول له ريتيرن بقى، من غير ما اقول له ريتيرن، هو اصلا مجرد ما اعمل اللي هي دي كده، انا خلاص هو كده عرفته والله ان اللي هو البارامتر بتاعي خلص، الاكسبريشن خش بقى على ايه؟ ريتيرن بقى، نفذ العمليه اللي بعدها، ريتيرن كذا، هي ريتيرن ايه زائد بي. حلو؟ هننفذ لي الجزء ده، هنعتبر بقى يعني كده يعتبر ان الجزء اللي هو الديفاين فانكشن ده هيقابله هنا الجزء بتاع ايه؟ اسم الفانكشن اللي انا مسميها بالشكل ده، او ما يقابل يعني الفاريبل اللي هو بيحمل اسم الفانكشن اللي هي مالهاش اسم، فسميتها انا. هنيجي على البارامتر ده A و B ده، وهنفصل الجزء ده كده. ماشي؟ فهو البارامتر ده حطيته هنا كده، الريتيرن الجزء الثاني منها هو ده. لو مش واضحه انا ممكن اعيدها تاني على فكره عادي. ماشي؟ وبرنت كده 7. ولو قلت له طيب بقى ايه التايب بتاع الفانكشن، واقول له برنت ده، قال لي فانكشن عادي. طب في حين ان انا قلت له مثلا التايب بتاع اللامب ده مثلا، بص اهو، قال لي ده الاكسبريشن بتاعي، بص ده باي ديفولت على طول. لو قلت له مثلا ايه ان ده مثلا بياخد A وB، ماشي، ده الارجيومنتس او البارامتر بتاعتي الاي وبي، والاكسبريشن بقى اللي هو بيريتيرن مثلا A زائد B، هيقول لي دي ايه التايب بتاعها؟ لامدا فانكشن. تمام؟ هي فانكشن في الاخر، هي ايه؟ هي ستيل فانكشن. هي اللامدا على طول بتريتيرن، ما ينفعش برنت؟ يعني لو مثلا برنت، انا ما جربتش الصراحه يعني، بس لا بيريتيرن بس. نجرب مثلا كده برنت مثلا، اللي هو مثلا عادي، نجرب مع بعض يعني. بلاش هنا كده، نقفل ده خالص. بس اعتقد يعني على حد علمي انها بتريتيرن بس ما اعرفش ممكن تطلع صح. تيست، قال لي تيست وقال لي نون. ليه قال لي نون؟ لا ما اعرفش، مثلا برنت طب مثلا. جرب كده مكان الاي والبي. ثانيه واحده كده. بص جرب. تمام. مم. فممكن تبص عليها ليه طب نون. جرب بعد البرنت اعمل سيمي كولون اصلا واكتب ريتيرن نون مثلا. ثانيه واحده، هو عمل نون لان انا المفروض طبعا انت عامل ما برنت عملتش اصلا. ريتيرن. تمام. يعني هو المفروض اقول لكم فن بس كده. الحمد لله لا جاي. بص لها الاي والبي. الاي والبي 3 و4، فتمام كده. فكده خلاص مش نون، لان انا اتلخبطت لما انا قلت هنا ان ريتيرن بنطبع لها،
لكن اصلا لو بتبرنت حاجه، فخلاص مش هكتب غير اسم فانكشن بس. فعشان كده هي كان كمان بيطلع لي اصلا نون. ينفع ما تبصلهاش بارامتر خالص، يعني تكتب نون لا. بقى بدل الاي والبي. يعني لو انت هتعملها تطبع حاجه بس مثلا، فمتبصلهاش بارامتر خالص واكتب مكانهم نون. مم. هنا كده ماشي. فتمام كده. اللي كان بيسأل السؤال واضح ولا عيد تاني؟ عادي على فكرة، عادي جدا. لا اكيد مش عيب. عاش عليك يا برو. اكيد عادي، مش عيب والله. احنا بناخد وقت عشان نفهمها على فكرة، عادي يعني. بس فنفتكر بقى دايما حته الجزء بتاعت اللي هي البرنت دي، بنبرنت مثلا فانكشن لو بتريتيرن. طب هي بتريتيرن اصلا ده اسم فانكشن بس، عشان كده هي بتطلع نون. فانا عرفنا ليه، عشان ايه؟ ان هنكون فاهمين مش حافظين، يعني فاهمين ايه اللي بيحصل مش حافظين تاني بتاعت تمام. مام دي معلش. بصي احنا لما كتبت هنا الاول برنت، بصي عملت كده مثلا برنت الفانكشن دي، تمام. وانا اصلا قلت له انها بتبرنت، هي بتبرنت اصلا مش بتريت، يعني فاهم يعني. بص برنت كده قال لي نون، هي اصلا بتبرنت. يعني هي لو بتريتيرن مثلا ده وده، لو بتريتيرن ده بتريتيرن بس، لو بتريتيرن لو من غير بقى، هي كده كده اوريدي بتريتيرن هنا في اللامدا فانكشن. خلاص هي هتطبعها لي عادي، هتريتيرن مثلا ايه 3 و3 عادي. لكن في حين انها بتبرنت اصلا بحط له الفانكشن بس كده، بستدعيها بس، وباصلها ايه الايه زي ما هو قايل لي كده في اللامدا فانكشن والبي. واضحه الفكره؟ لو هي بتريتيرن انا بطبعها لانها قيمه فاليو مش في ايدي اصلا، فعايز اطبعه اظهره لليوزر. يعني هقول لك تعالي كده نجرب. لو جينا قلت مثلا برنت اهو، شلت برنت اف هنا، ماشي، وقلت له هنا هي هنا ايه بتريتيرن، هي بترجع لي ايه الاي والبي، بترجع لي ده. يعني نخليه هنا مثلا كده بترجع لي ايه زائد بي. حلو. هي بترجع لي ايه زائد بي، وانا استدعيتها بس. هي بترجع لي مش بتطبع لي، هي هنا ايه بترجع لي مش بتطبع لي. فما تدريش حاجه، هي بترجع لي بس القيمه، بترجع لي القيمه. فانا لازم اطبعها. ممكن بقى اطبع اكس مثلا بتساوي دي مثلا، واطبع اكس عادي برنت اكس. تمام. واضحه الفكره؟ طالما هي بترجع لي حاجه القيمه مش في ايدي، فلازم اطبعها. لكن هو بتطبع فبستدعيها بس. واضحه الفكره ولا مش واضحه؟ عادي نعيدها تاني. يعني انت لو كتبت اللي هي بتعمله اصلا هتطلع لك نون، ولو ما كتبتوش هتطلع لك الناتج، صح؟ إيه، نقول تاني انها بص زي ما المثال واضح كده، ان هي هنا ايه اللي هو الفانكشن دي الاكس دي، تمام. هي هنا بايه؟ بص يا عبد، بص يا عبد الله، هنا دي بتريتيرن صح؟ ما انا قصدي كده ان هي الجزء التاني بيريتيرن، فانت اصلا لو كتبت له الريتيرن فهيطلع لك هيطلع لك نون، وانت كده لا كده لا، ده اللي بتعمله اصلا، ولا يعني بص العكس؟ هي بتريتيرن هنا صح؟ تمام. فانا بستدعيها هنا كده، وهو واصلها 3 و4 3 و3 مثلا، ماشي. اجي انفذ الكود بتاعي، ماشي، بس كده الترمينال ده. اجي انفذ الكود بتاعي، ما نفذت حاجه ليه؟ هو مشي هنا قال لي والله عندك فانكشن اسمها 3 و3. اه حلو قوي. بتعمل ايه بقى؟ بتريتيرن الرقم ده. بتريتيرن فين بقى يعني؟ رجعته، بس انت ما حفظتوش في حاجه، ما طبعتوش. فاهم يعني؟ انت يعني انت محتفظ بقيمه الفاليو دي مثلا في اكس مثلا اهو، حفظتها في اكس، حلو، بس انا ما طبعتش اكس. تمام، فمش هيظهر لك مثلا الست. ما تظهر لي ليه؟ مش انا ما طبعتهاش مش هتظهر، تمام ماشي. اكس. بس اطبع اكس بقى خلاص والله هطبع لك عادي. لكن لو بتبرنت، انت مجرد بتستدعيها بس، هي اوريدي اصلا بتبرنت. فاهم قصدي؟ تاني دي واضحه، دي حلوه كده دي، ماشي. هنا بقى لو هي مثلا بتبرنت مثلا، تبرنت مثلا هاي مثلا، ماشي، قلت له فن 3 و3 عادي وتبرنت هاي، فهي اصلا اوريدي الفانكشن ايه شغلتها؟ انها بتعمل ايه؟
مش الاكسبريشن بتاعها ان هي بتبرنت. خلاص انا مش مضطر ابرنت اللي بيبرنت اصلا. تمام، فاهم؟ هيريتيرن البرنت اللي انت كاتبها اللي هي هو فنان. اللي هي عنده اصلا. تمام. بالظبط. حد بيقول انها مش بتعمل ريتيرن وبتعمل برنت زي ما احنا شفنا كده. احنا هي عملناها برنت اهي، عادي تعمل كل حاجه، فانكشن عاديه يا جدعان جدا، فانكشن مفيش اي حاجه خالص. تقدر تعمل اللي انت عايزه بقى، يعني ربنا معاك ودور فيها بقى عشان ادوري فيها ايا كان، نخش في اللي بعدها. بس يعني اظن واضحه كده. مش ضميري بقى نادي الصراحه، بس تمام بقى كده عشان جزء الماب فانكشن ده انا مش فاكره كويس الصراحه. دي بقى فانكشن مثلا، يعني نبص عليها كده. ايه دي فانكشن مثلا، انا عندي ليست. حلو. فيها 1 2 3 4 5 اتسترا اتسترا. اوكي. عندي ماب، الماب فانكشن دي بتعمل ايه بقى؟ بص يا عم هوضحها لك. هنرنها الاول عشان نشوفها مع بعض بتعمل ايه. بايثون 3 list to بي واي، ما تزعلش. حلو. انا عايز عمود فقري بدل عمود فقري اللي موجود دلوقتي. ماشي. ايه ان انا هنا مثلا ممكن اقول له، يعني هو بص مش عارف اقول لك ازاي، بس هي بتاخد حاجتين. الماب دي بتاخد مني فانكشن وبتاخد نمبرز. يعني بص يعني سيبك من الكلام كله ده. تعالى نبص على حاجه حلوه. انا اقول لك على حاجه. انا عندي ليست 1 2 3 4. حلو. انا عايز اطبق عليهم الفانكشن، والله اللي هي مثلا بتاخد بتضرب لي مثلا اس 1 واس 3 واس مش عارف كذا واس 3 تاني واس 4. حلو. يعني عايز مثلا اجيب اس 1 في 2 واس 3 في 3 واس 4 في 4. ماشي. ففي الحاله دي بعمل ايه؟ بعمل حاجه اسمها ماب. انا مش انا برضو الحته دي مش كويس فيها في الماب دي صراحه، يعني حاسس ان انا بصمجه اصلا، شخصيا بصمجه بس فاهمها كده يعني. فهحاول افهم اللي انا فهمته، ولو حد عنده توضيح اكتر عادي يوضح لي. ماشي. انا فهمتها بالشكل ده. قال لي والله يا عم انت بتاخد مني فانكشن، دي بتاخد فن، بنسميها فن كده، وبتاخد اتيربل. ماشي. بيعمل ايه بقى؟ بينفذ الفانكشن على الاتيربل. يعني ايه؟ انا مش فاهم حاجه. طيب تعالى نبص كده. انا دلوقتي الفانكشن دي ايه؟ هي عمليه بتحصل. ايه العمليه اللي بتحصل هنا؟ قال لي والله يا عم ابراهيم انا عندي مثلا اللي هو ايه العمليه اللي هنا، انا بديله بارامتر. البارامتر ده اسمه اكس. ماشي. بيريتيرن اكس اس 2. فهنفترض مثلا ان الاكس ده يعني هو بينفذ العمليه دي، انا عايز انفذ العمليه دي. ماشي. اللي هي دي الفانكشن دي على الليسته دي حرفيا. بس يعني سيبك من اللمبه فانكشن، هي بتختصر الموضوع مش اكتر. دي فانكشن عمليه بنفذها، يعني مثلا ميثود بنفذها على ايه؟ بنفذها على وليكن ليست. بروح بالميثود بتاعتي دي هقول له ان انا عايزك يعني تاخد لي بارامتر مثلا هو اكس، هتعوض لي انا مثلا بقيمه 1، يبقى 1 اس 2 3 اس 2 و4 اس 3 اس 2 و4 اس 2 وهكذا. حلو. وفي الاخر بعد ما تخلص لي الكلام ده كله هتحطه لي في ليست. حلو. عشان اقدر الوب عليها بعد كده، يعني ممكن اطبعها زي ما هي كده. طيب معلش، هو كده لو انت طبعت مثلا اللي هي السكويرد نمبرز دي بس، دي كده ايه بقى لما هي مش ليست؟
نطبعها يعني هي الماب دي بترجعها كايه؟ هي دلوقتي عملت الواحد سكويرد والاتنين سكويرد والتلاتة سكويرد والأربعة سكويرد، بعدين وديتهم فين؟ نجرب مثلا كده، هي مش حطيتهم هتطبع في لي ماب، ليست هتطبع لي ماب. حطيتهم في ليست ورجعتهم تاني. يعني هي في الاول اصلا أنا الليست كانت فاهمة، 1 و2 و3 و4 أقصد و5. هو عشان يرجعها في ليست عمل سكويرد نمبرز ليست ايكوال ليست للسكويرد نمبرز، فالسكويرد نمبرز دي أصلا ايه؟ ماب. يعني ما تطبعش حاجة؟ ماب يعني بص عملت كده، انا حرفيا لسه بجربها الصبح عشان الموضوع ده بايثون 3 مثلا. يبقى أنا كده عشان أستعمل الماب لازم أستعمل اللي قبلها ليست كمان، يعني أعمل إيه. ليست للماب. بالظبط، ليست بقى الماب دي باخد خلاص بعد ما اخلص الماب دي كلها بروح مرجعها في ليست تاني بقى، يعني فاهمه؟ بعملها هنا ايه زي ما قلنا بنعمل انباكنج، فاكر الانباكنج نفس الفكره كده، احط دي مثلا في ليست أيوه ما أنا فهمت. بس يعني هي كده يبقى يعني السكويرد بصي نمبرز مش هتطبع حاجة. لا اهي ماب اهي ماب اوبجكت في المكان الفلاني في الميموري وهكذا. تمام. بس حد فاهم مش فاهم فكره الماب؟ هي ميثود عادي بننفذها على ليست بس كده، هتحتاجها. طب ما احنا طب ايه الفرق لو خدناها كلوب؟ فين قصدك بعد ما تخلص يعني بدل ما ناخد ماب ناخدها لوب. ازاي؟ هي كأنها يعتبر بالظبط لوب باستخدام الفانكشن اللي هو البارامتر الاولاني على الاتربل اللي هو الجزء الثاني. الجزء الثاني ده ممكن يبقى ليست، ممكن يبقى رقم واحد، على حسب بقى انت عايز تستخدمها في ايه. هي بتسهل انت اصلا معاك. لو عملتها لوب هتاخد منك كذا لاين اكتر من كده بكتير، فدي اسهل. بالظبط هي انت لوب. ممكن تعملها باللوب، بس هتقعد تاخد منك تحرق وقت كتير وتحرق كتابة كتير على الفاضي. بس في حالة ان طب هنا في حالة الماب ممكن ياخد مقرر صح؟ يعني ايه؟ يعني مثلا ممكن لو ياخد كاتب له 2 مرتين يعني انت مثلا لو كاتب في الليست بتاعتك 1 و2 و2 و3 و4 و5، هو هيعدي على كل عنصر في الليست ايه تاني النقطه اللي هو المابنج دي، الماب قصدي يا شباب. ايوه تمام ثانيه واحده تاني معلش عشان بس لو بقطع في حاجه. اي تاني احنا هنا جبنا لكم كده من هنا كده قلنا الماب. بص نقراها سوا مع بعض كده. قلت له الماب دي هي بيلت ان فانكشن بان احنا بناخد منها هنا، بتاخد بالشكل ده، بتاخد مني فانكشن بتنفذها على اتربل. يعني مثلا جيت هنا مثلا كده هقول له يعني انا عندي فين، تعالى يا عم تعالى يا عم، انا عندي ليست ماشي، ليست فيها مثلا 2 و4 وكذا وبلا بلا 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 اتسترا ونكمل بقى الليست بتاعتي. الليست بتاعتي دي انا عايز في كل مره اجيب الاس بتاعت انا عايز فانكشن مثلا بتجيب لي الاس بتاع 2 عايز اس 2 اس 2 اس 2 اس 3 و3 اس 2 4 اس 2 و5 اس 2 و4 اس 2 و5 اس 2 و5 اس 2 تاني و6 اس 2. فراح قايل لي ايه، يعني انا بكتبها بالبلدي كده زي ما نقول ماشي، هعمل لي فانكشن مثلا، او لو احنا فاهمين لامدا فانكشن، لو احنا فاهمين لامدا فاحنا عملناها هنا كده. اقول له والله انت هتعمل لامدا فانكشن ماشي، بتاخد مني بارامتر وبترجع لي، او بتاخد مثلا مني ارجيومنتس وبترجع لي بتريتيرن اكسبريشن، بترجع حاجه بقى، بتطبع حاجه اكسبريشن عادي بتاعي. في الحاله دي انا مثلا اقول له اللامدا فانكشن، وقلنا ان اللامدا فانكشن هي فانكشن عادي كده، مثلا ديفاين فانكشن اسمها فان مثلا، وبتاخد مثلا الارجيومنتس مثلا اي حاجه اي مثلا وبي، بتاخد بقى مثلا هنعتبر مثلا بتاخد ايه 1 2 3 4 5 6 اي حاجه، بتاخد اي حاجه، بتاخد ايه وبي وسي ودي، بتاخد اي حاجه فانكشن عاديه ماشي، والاكسبريشن بتاعها انها بترجع حاجه. الكلام ده يعني المفروض احنا شرحناه
والناس قالت انها واضحه، تريتيرن مثلا A أس مثلا 2 مثلا، وB ريتيرن وB مثلا وB أس 2 وهكذا. فانا هنا عندي كأن اللمبد فانكشن دي هنا فانكشن زي ما احنا قلنا، مش نعيب بقى ونزيد كتير. والله معلش بس مش فرحت كده، معلش. ماشي، في الارجمنت بتاعتي البارامتر اسمه اكس، الاكسبريشن بتاعي مثلا بيريتيرن اكس ده اكس اس 2. ماشي، فلما اروح انفذها بيعمل ايه بقى؟ بيقول لي ايه؟ والله يا عم اكس دي انا مره هعوض عنها 2. ماشي، الاكسبريشن بتاعي، سوري انا نسيت اكمل. ماشي، الاكسبريشن بتاعي، وثاني حاجه بتاخدها الماب دي، يعني الماب دي بتاخد الفانكشن الاولانيه وبتاخد الاتربل اللي هو ده. ماشي، اللي هو ده. ففي كل مره اروح اقول له والله بص يا عم ناخد اكس ده، ماشي، اقعد عنه ايه 2. ماشي، اكس دلوقتي عندي بقى 2. حلو، الاكسبريشن بتاعي ايه؟ الاكسبريشن بتاعي ان ايه الاكسبريشن بتاعي ايه؟ ان اكس هنا اهو بقى قيمته بكام؟ قيمته ب 2، فتبقى 2 اس 2، بقى 2 اس 2. ماشي، خلاص خلصنا من دي. نروح تاني، راح قايل لك والله ده قيمه الاكس مثلا، البارامتر اكس ده بقى ب 3، فيروح معوض عن الاكس هنا ب 3. تمام، اكس دي مثلا بقت ب 3، 3 اس 2 سترا اتسترا لحد ما توصل لحد الاخر. فهو بينفذ ميثود، بينفذ الميثود دي على الاتربل ده، بيلوب عليهم واحده واحده كده، زي ما بنقول بيلوب كده. تمام، بس انت ما بتشوفهاش وبترجع لك الريتيرن الاخير اللي هي بعد بالظبط، ما ربع كل عنصر فيه. الله ينور عليك. ان المهم الناس وضحت لها الموضوع ده كده ولا لسه؟ هو تمام، بس دي احنا هنستخدمها امتى؟ بصراحه ما استخدمهاش لحد دلوقتي، فممكن تستخدمها قدام يعني، ما اعرفش فين يعني. في وضحت للناس اللي كانت فاهمه. ايوه تمام. انا عملت سيرش قالوا هيستخدمها، يعني قال لك لو حاجه معقده ممكن تستخدم الفور، لو حاجه بسيطه ممكن تستخدم الماب. تمام، فكرة وضحت. فخري يا فخري، معلش يا فخري، وضحت يا فخري؟ وضحت يا سلمى؟ تمام يا مريم، تمام، ماشي يا شباب. ماشي، ده الفلتريشن بقى، نخش على الفلتريشن، اخر كام جزء يعني كده بسيط. الفلتريشن بقى انا بفلتر، ربنا معاكم بقى، يعني ممكن تبص عليها دي كده عادي، يعني حاجات انت تستخدمها فيما بعد. ده هو يعني انت مثلا لو ايه، هقول له مثلا ان لو حصل كذا كذا فلتر بقى، يعني لا مش هشرحها الصراحه، انا مش فاهمها اصلا. اي يعني عادي ممكن تدور عليها انت بقى وتقرا فيها. يعني الموضوع مبسط جدا، بتفلتر اللمبه فانكشن. اصلا احنا ما صدقنا فهمنا اللمبه فانكشن والماب، فمش هن مش هن مش هن يعني مش هنضيع اللي احنا فهمناه. في حد كده ممكن تبص على الايه عليها انت. الليت كومبرينشن جميله 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 جميله، ما تقلقش عادي مش مشكله. الليت كومبرينشن بسيطه جدا، مش اي مشكله. ايه تاني نبص عليها مع بعض؟ تعالى، هو فين ليست كومبرينشن وبعديها السواب. طيب انا هنا مثلا لو حد مثلا انا عندي هنا، ابص على مثال كده بسيط برضو معايا. فين ليست كومبرينشن؟ شكلها غريب شويه، مخيف حبتين، مش مشكله. دي بس كنت بفلتر بيها، مش هنفلتر حتى، مش هنفلتر حاجه. دي بتفلتر مثلا، دي بنفلتر خالص برضو، ونتيجي نرن دي كده. الرنت مثلا ايفن، هنكتب ليست اكس
جيت كده 1 2 و3 ايه و3 و4 في ايه. في حد عنده مشكلة في حاجة؟ لا ده هو مش كفاية كده خلاص قشطة. بس بكرة مش هكمل ده ستراكشر تاني. بكرة مفيش ستراكشر. دي أهم نقطة اللي جاية دي هي الارجيومنتس. يعني ممكن ناخد ربع ساعة دي بس. يعني أنا معلش يعني ده. طب بقول لك على حاجة ماشي. طب ممكن 5 دقايق كده يا إبراهيم نريح أو نغسل وشنا ونرجع نكمل في 10 دقايق دي آخر جزئية. ماشي. أنا كمان تمام. حتى ماشي. يعني نرجع ل10. بالظبط عشان أنا وقتي كمان خلاص يعني أنا تمام صحتي راحت. نرجع ل10 وبكتير أوي نخلص و5 بحيث إن أنت تشرح آخر ربع ساعة دي في الجزء الأخير وبعدين نكمل بكرة إن شاء الله لو في حاجة. والله انت بطل انك مكمل ده كله، ان شاء الله عليك. الحمد لله قدر ولطف. كان الله في العون. هي كوباية القهوة اللي شربها دي قبل ما نبدأ هي اللي ظبطت معانا. فعلا. الحمد لله. طيب أنا هستأذن 5 5 دقايق دقايق كده كمان ونرجع تاني. عشان هريح حبتين كمان.